ده الجزء الثاني من حياة البطل محمد علي كلاي. كنا وقفنا لما وصل 19 سنة، كان فعلا ملاكم قوي جدا. المدرب بتاعه كان بيستغرب منه، كان قوي لدرجة انه ترشح انه يمثل امريكا في اولمبياد روما. يعني اللي هو ازاي واحد عنده 19 سنة يمثل امريكا في اولمبياد روما. الكابتن بتاعه شافها فرصة جامدة جدا، هنوصل للعالمية وممكن نكسب البطولة. بس طبعا هنا كان في مشكلة، محمد علي كلاي كان بيخاف من الطيران، كان عنده فوبيا حرفيا منه. بس طبعا الكابتن بتاعه هيسيبه؟ ما سابوش، وفعلا اقتنع محمد علي كلاي بالفكره وسافر فعلا ويكسب بطوله ورا بطوله، بطوله ورا بطوله، بطوله ورا بطوله، عمال يقول لك يا اشرف يا اشرف يا اشرف، بطوله ورا بطوله، لحد ما يوصل للماتش النهائي. محمد علي هيلاعب بطل هولندا. محمد علي كلاي كان عنده ثقه بنفسه لدرجه ان هو كان بيحط ايده ورا ظهره وما بيحميش وشه، مفيش اي لكمه كانت بتيجي فيه. ما هو زي ما الملاكم التاني سريع، محمد علي كلاي سريع برضه. وبالفعل كسب محمد علي كلاي البطوله وخد الميداليه الذهب، وكان بقى فرحان بيها جدا وبيمشي بيها في الشارع كده عادي. بس طبعا هو ماشي بالميداليه كان حاسس ان الميداليه دي هي اللي هتخلي الناس تحترمه، عشان تعرف ان هو ده محمد علي، هتحترمه زي البيض. فقرر في يوم هو واصحابه ان هم يتعشوا بره عادي زي اي انسان، وزي اي بني ادمين بيروحوا يتعشوا بره. ففعلا خرجوا وراحوا مطعم من بتوع البيض. محمد علي كلاي واثق في نفسه جدا وفي اشد فرحته، وعارف ان هو عادي هيقعد في المطعم. بس يتفاجئ محمد علي كلاي ان صاحب المطعم يجي يطردهم ويقول لهم لو ما مشيتوش بهدوء هطلب لكم الشرطه. وهنا محمد علي كلاي يحس بالاحباط، كنت فاكر الميداليه دي هتخليني اكسب احترام الناس. وتعصب محمد علي كلاي جدا ورمى الميداليه في النهر. وبقى هدف محمد علي كلاي مش شخصي ضد العنصريه، بالعكس ده بقى يقف مع ناس كتير ضد العنصريه، وبيدعو الى عدم التفرقه بين البيض والسود والمساواه بينهم، وشارك في حركات كتير بتدعو لده. بس رغم انه كان بيدعو لعدم التفرقه بين البيض والسود، جم مجموعه من الرجال البيض الاغنياء وعرضوا على محمد علي عرض مغري جدا ما اتعرضش لاي حد ساعتها، وعرضوا عليه راتب مغري جدا وانه ياخد 50% من عوائد المباريات خلال ال6 سنين اللي جايه. ووافق محمد علي فعلا. ما هو من الاخر بيزنس از بيزنس، والناس البيض دول كانوا واثقين ان محمد علي هينغنغهم وهيشغل لهم فلوسهم، والناس البيض دول كانوا رعاه يعني لمحمد علي. يعني شوف، رغم انه من السود بس هم عارفين انه هيظبط لهم فلوسهم. رغم كده قالوا له هتظبطنا هنظبطك، بس قالوا له انت لازم تسيب المدرب القديم بتاعك. وبالفعل سابه وراح عند مدرب تاني محترف اسمه دمدي. وكان من عاده محمد علي انه بيستفز اي خصم يدخل معاه قبل المباراه. I ain't scared of nobody. It's gonna be the heart. It's gonna take a good man to whoop me. You can look at me, I'm loaded with confidence. I can't beat me. I had 180 amateur fights, 22 professional fights, and I'm pretty as a girl. I don't get hit. Like, I don't get hit, I'm so pretty. المباراه بالنسبه لمحمد علي ما كانتش بتبدا ببدايه الجوله، كانت بتبدا قبل المباراه، لانه كان بيحطمه نفسيا ويقعد يقول انا اقوى منه. وساعات محمد علي كان بيقول انا هكسبه في الجوله الخامسه او في الجوله الرابعه، وبيكسبه فعلا. وده اللي زود ثقه الجمهور في محمد علي. وكان محمد علي بيجذب انظار الاعلاميين جدا، وكان مال التلفزيون مغرقه، وطبعا ده كان بيجيب لهم فلوس. بس محمد علي ما اكتفاش بكده، محمد علي كان عايز يلاعب بطل العالم ساعتها اللي هو ليستون. بس اكيد محمد علي مش هيعرف يلعبه كده، لان ليستون ده كان من المافيا حرفيا. بس ده ما خوفش محمد علي برضه، وراح يستفزه زي اي حد. كان بيطلع في التلفزيونات يهزقه ويستفزه، يقول له هتلاعبني ولا مش هتلاعبني. وطبعا ليستون ما كانش بيوافق. محمد علي كان بيجي له كتير في مطعم بقى، في كل حته لازق له، وليستون كان بيتجاهل كل ده. بس لحد ما زهق قال هلعب، ده عيل صغير. وده كان اسوأ قرار ليستون خده الصراحه. ورغم كل ده برضه محمد علي استفزه قبل المباراه. كان محمد علي بيحب يستفز الناس عشان يوريهم ان هو واثق في نفسه، يخافوا منه في المباراه. فعلا بداوا المباراه، وبدات على ليستون علامات الارهاق من الجوله الاولى، وقعدوا يلعبوا جوله ورا جوله لحد الجوله الرابعه. هوب اقف هنا يا معلم. محمد علي حس ان هو فقد الرؤيه، وكان قرب يفقدها بجد، وكان مش قادر يشوف خالص، يعني يكاد يكون مش شايف، مع انه ما اتضربش في عينه. بس هما بيقولوا ان ليستون والجماعه بتاعته حطوا ماده بتعمي على القفازات بتاعته. بس ده مش مهم، المهم ان محمد علي كلاي كان هينسحب، بس الكابتن بتاعه قال له لا كمل. محمد علي كلاي قام وبكل شجاعه كمل المباراه. وقف محمد علي يتحمل ضربات ليستون العنيف، وضربه من هنا على ضربه من هنا لحد ما خلصت الجوله الخامسه. العالم كله يتفاجأ، وتاريخ الملاكمه يتفاجأ، والناس كلها تتفاجأ، ومحمد علي كلاي يتفاجأ ان ليستون بينسحب. بالظبط، ليستون انسحب من المباراه. انت عارف ده يعني ايه؟ يعني محمد علي كلاي بقى بطل العالم، وكان في اشد فرحته ساعتها. You're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. كل ده وهو عنده 22 سنه ولا حاجه، وقعد يقول انا الاعظم انا الاعظم. بعد ما هز العالم للمره الاولى، هز العالم المره الثانيه بعد ما اعلن اسلامه تقريبا بعدها باسبوعين ولا حاجه. وبعد ما كان بيقول انا الاعظم، نشر جريده وكان بيقول الله هو الاعظم. غير اسمه لمحمد علي بعد ما كان اسمه كاسيو. وحصلت مشاكل كتير بينه وبين اهله، بس مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي. محمد علي كلاي كان بيلعب ماتشات ورا ماتشات، وفضل محافظ على اللقب لحد ما ليستون
طلب ان هو يلعبه، وليستون كان بيقول ان محمد علي كسب بالحظ، ومحمد علي كلاي لعبه وكانت النتيجه صادمه بالفعل. محمد علي كلاي ضربه ضربه قاضيه، خلاص كسبه من الجوله الاولى. مش قلت لكم اسوء قرار خده في حياته؟ ولما جه وقت حرب فيتنام، امريكا طلبت من محمد علي ان هو يروح يحارب معاهم ويتجند، بس محمد علي رفض من الناحيه الدينيه او من ناحيه مبادئه واخلاقه، بس هو رفض. Go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality. Stand the chance of going to jail as a result of not going into service. Well, whatever the punishment, whatever the persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day, I will face it before denouncing religion of Islam. I'm ready to die. مع انهم قالوا له ان انت ممكن يعني تقف في صفه الاخيره، بس هو رفض برضه، وحكموا عليه حكم في المحكمه بالسجن 5 سنوات وغرامه $10,000. بس الكفاله اتدفعت ومحمد علي قعد في السجن 3 سنين بس مش اكتر، واللقب اتسحب منه. انا بقول لك اللقب اتسحب، يعني ايه اتسحب؟ لقب بطل العالم اتسحب. وقتها كان في لاعب اسمه فريزر، وفريزر ده كان هو بطل العالم ساعتها، بس هو كان بيقول ان انا لازم العب محمد علي كلاي عشان ابقى بطل العالم بجد، مش كاسم وخلاص، لانه كان بيشوف ان محمد علي كلاي احرف منه. كان بيسعى بكل جهده انه يخرج محمد علي كلاي من السجن عشان يلعبه ويبقى بطل العالم الحقيقي. ورغم كل ده محمد علي كلاي استفزه برضه، كان بيسموه بمستر توم. الناس كلها كانت بتتريق عليه وتقول له يا مستر توم مستر توم، اتقلب حبه لمحمد علي لكره وعنف. ومن كتر ما الناس كانت بتتريق عليه، ده كان دافع ليه ان هو يكسب محمد علي، وقال انا هكسب محمد علي. وبالفعل راحوا يوم المباراه، بس فعلا بان على محمد علي كلاي انه ما كانش متدرب بقاله كتير خالص، وبان عليه علامات الضعف وان مستواه قل فعلا، لحد ما فريزر وقعه على الارض واستجمع محمد علي قوته وقام. بس الحكام كلهم اجمعوا ان هو خسر، وبكده يكون فريزر هو بطل العالم وتغلب على محمد علي. بس محمد علي يسكت؟ لا طبعا، راح اتدرب في معسكر منفصل، بقى يتدرب اضعاف ما كان بيتدرب زمان عشان يزود مستواه ويرجعه ويخليه اقوى من الاول. ورجع محمد علي بعد التدريب عشان عايز ياخد اللقب. بس مين كان بطل العالم ساعتها؟ واحد اسمه جورج فورمان. وجورج فورمان ده كان وحش حرفيا، لا وحش هو مش وحش بس وحش. وكان فريزر ومحمد علي كلاي بيتنافسوا على اللقب ده طبعا مع جورج فورمان، وكان اللي لاعب جورج فورمان ويكسبه هو هيبقى بطل العالم. محمد علي طبعا لاعب فريزر الاول عشان يتاهل انه يلعب مع جورج فورمان، وكسب فريزر، وبعديها معلم راح لاعب محمد علي جورج فورمان. ورغم انه وحش الا انه برضه استفزه كالعاده زي ما بيعمل مع اي حد. بس محمد علي كلاي كان في اليوم ده خايف جدا، لانه كان عارف انه مش زي الاول والتدريب بتاعه مش كافي انه يخليه يهزمه. بس محمد علي هنا عمل حيله هو والفريق بتاعه عشان يكسبه. اول ما بدات المباراه محمد علي راح يهجم على طول على جورج فورمان. بعدها لما جورج فورمان جه يضربه، كان محمد علي بيروح على الحبال ويسند عليها بحيث ان الضربه ما توجعهوش. يعني من الاخر كان بينهج جورج فورمان عشان ايه هو يكسب، وكل ما يضرب ضربه محمد علي يضربه، محمد علي يضربه، لحد ما محمد علي كسب المباراه فعلا واستعاد اللقب من جديد. محمد علي فعلا كانت شخصيه مخلصه لدينها ومبادئها. ومات محمد علي في 3 يونيو 2016. ومحمد علي فعلا كان الهام للشباب الرياضي والشباب الغير رياضي، والهام للناس اللي عايزه تنجح. محمد علي اتولد بعد 5 سنين. ازاي اتولد بعد 5 سنين؟ يعني كان واثق في نفسه بس مش مغرور ومش متكبر، كان متمسك جدا بافكاره ومبادئه. Cassius Clay, yes. Why you want to say Cassius Clay when Howard Cosell and everybody is calling you Muhammad Ali? Then why you got to be one of all people whose color to keep saying Cassius Clay? Howard Cosell is not the one who's going to fight you. I am. Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago. I never told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. Just back off of me. And so, ladies and Uncle gentlemen, Tom, as the two contestants prepare for battle what? right now, back off of me, man. Back off of me. واجه العنصريه، وواجه الناس اللي بتحتقر دينه، وواجه الناس اللي بتقلل منه. ورغم انه ما دخلش جامعه، بل بالعكس ده اتخرج من الثانويه بالعافيه، عنده 10 شهور بالظبط. بس كان بيقرأ كتب وكان شخصية مليانة بالمعرفة. أصل بص، العلم مش مجرد شهادة أنت بتاخدها، العلم ده الإنسان هيقعد يتعلم طول حياته. يعني في مقولة بتقول لك كلما ازددت علوما ازددت يقينا بجهلي. ألقى محاضرة في أكبر جامعة في أمريكا قدام الدكاترة كلهم، وكان مش محضر أي حاجة. I understand that out of people such as you all come presidents and governors and mayors and great doctors and physicians and scientists and everything. So I said, well, to get something together to talk to these people, it's got to be pretty heavy. So I didn't bring no notes with me. كان
عنده كاريزما جامده جدا، ورغم النجاح ده كله ورغم اصراره على النجاح بعد ما وصل وبقى بطل العالم في الملاكمه كان متواضع جدا، انه اصلا كان عايز يبقى بطل العالم في الملاكمه عشان يوصل افكاره للناس. والرغم انه خد فلوس كتير الا ان الفلوس دي اتبرع بيها في بناء مساجد ومستشفيات ومساعده السود. وانصحك بعد ما تخلص الحلقه دي تروح تقرا عن محمد علي كلاي وعن الناس اللي زيه بدل فيديوهات اليوتيوب اللي مش مفيده، وتزود معرفتك برضه. Do you have a bodyguard? Do you have? You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to formulate or with sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those who's that? That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme, the wise. So if I can't depend on him, if I get a bodyguard, I'm telling God, I don't trust you. I'm telling God, I'm watching for everybody. He gets at the gun, I'll watch for somebody. No. بس كده، ده كان كل اللي عندي. سلام.